السلام عليكم، ازيكم طلبة معادلة معاهد 2024؟ أنا زهقت منكم. هنستكمل مع بعضينا مشيئة الله تعالى الحالة الخامسة والفيديو الخامس والأخير في الكمبيالات، ألا وهو الحالة الخامسة من حالات التصرف في الكمبيالة. هنعمل إيه في الحالة الخامسة؟ طيب أنت عارف طبعا وحفظت وفهمت الأربع حالات اللي فاتوا كانوا ماشيين إزاي. الكود بتاعتهم سهلة جدا وبسيطة، مفيهاش مشكلة. يعني أول حالة كنت بحصلها من العميل، بخصمها من العميل. طب العميل ما وافقش. في الحالة الأولى كنت بتبقى محتاج فلوس، فبقول للعميل أنا محتاج فلوس وهديك خصم، فالعميل كان بيوافق. ما وافقش كنت بعمل الاحتمال التاني، أروح البنك أخصمها منه. فالبنك كان بياخد مني عمولة وكان بياخد مني فايدة. جميل. الحالة التالتة كل ده كنت بتصرف في الورقة قبل تاريخ الاستحقاق. الحالة التالتة جبت بضاعة من دائن ومعاه كمبيالة ساحبها على مدين فبديها له. تمام. طيب الحالة اللي بعد كده اللي هو ايه، انا طبعا منشأة كبيرة وبتعامل في كمبيالات وعندي عملاء في كل مكان، فبودي الكمبيالة للبنك للتحصيل. الحالة الخامسة والأخيرة اللي هو ايه، تحصيل الكمبيالة في موعد الاستحقاق. تمام تمام، دي الحالة الخامسة. بسم الله. تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق. بنعمل ايه؟ صلي بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الموضوع يعني ما يختلفش كتير، ودي يعتبر من اسهل الحالات الموجودة عندك. طيب تعال ناخد مثال كالعادة عشان نشوف الدنيا ماشية ازاي. يلا بينا. وطبعا كالعادة هناخد عند دفاتر البائع وعند دفاتر المشتري. ماشي. ثم بعد ما اخلص تحصيل الورقة في تاريخ الاستحقاق هنتقل إلى تجديد الورقة، والتجديد سهل جدا وبسيط. هقول لك عليه ماشي ازاي، لكن تعال نبدأ في المثال. بسم الله. ناخد مثال. نقول مثلا في يوم كام مثلا، نقول 1/2. باعت منشأة الجمال. الجمال باع بضاعة بمبلغ وليكن نقول 60,000 جنيه لمنشأة العلا، مقابل سحب أو حيث تم سحب، مقابل سحب كمبيالة تستحق بعد 3 شهور. يعني امتى تستحق؟ في 1/5. مش حلو أوي. جميل. نسيب مثلا كالعادة 1 2 3 4. كويس أوي كده. ماشي. ده السؤال. طبعا انت دلوقتي كده جاوبت السؤال أكيد، مش كده؟ لا يختلف عن اللي احنا أخدناه، ولا ايه؟ كمبيالات حلوة وشبه بعضها، لكن أنا حبيت أعملها لك بالشكل ده عشان تكون سهلة عليك. مفيش سهولة بعد كده. طيب دلوقتي كده في يوم 1 2 باعت منشأة الجمال. من هو الجمال؟ أكتب هنا كده الجمال. من هو الجمال؟ باعت منشأة الجمال، إذا الجمال ده بائع. الجمال باع لمين؟ مين المشتري؟ المشتري هو العلا. حلو أوي. الجمال هو البائع، المشتري العلا. جميل. هنا العملية في يوم 1 2. هنسجلها ازاي؟ هنقول عند الجمال بعت هتقبض، تبقى من حساب أوراق القبض إلى حساب المبيعات. المبيعات دائنة مبلغ 60,000 60,000. وهنا من حساب ايه؟ مشتري، تبقى المشتريات إلى حساب اشتريت هتدفع 60,000 60,000. بعت هتقبض، اشتريت هتدفع. وهنا ورقة القبض تزيد في المدين، ورقة الدفع تزيد في الدائن. ماشي يا باشا.
سجلت القيد عند البائع وعند المشتري، جميل جدا. طيب بقول لك الحالة دي سهلة جدا، من أسهل الحالات الموجودة عندك. العملية دي حصلت يوم 1/2. يقول لك وفي 1/5. إيه اللي حصل في يوم 1/5؟ يقول لك تم تحصيل قيمة الكمبيالة المستحقة على محلات العلا نقدا. يا سلام على الجمال. حصلت نقدا، حصلت نقدا، ايه اللي عندك زاد؟ هي دلوقتي كده الخزينة عندك ايه؟ زادت. طبعا الكلام ده انت اكيد فاهمه يعني، لكن انا بحب ايه؟ عشان لو حد مثلا مش فاهم يفهم معانا. الخزينة عندنا زادت، الخزينة مدينة أصله زاد، تبقى من حساب إيه؟ الخزينة. إيه لحساب مين؟ ورقة القبض. خلاص فصلتها، اقفلها بقى يا باشا. مبلغ، مبلغ بالكامل 60,000. هنا لا وديتها للبنك ولا خصمتها من البنك ولا وديتها لدائن ولا خصمتها من العميل. ده انا اتعاملت مع مين؟ مع العميل بتاعي اللي انا كنت بايع له، وطلع ابن ناس، علا طلعت كويسة وادتني ايه؟ حقي. طيب الأستاذ علا تعمل إيه؟ تقول لي من حساب ورقة الدفع بقى، خلاص تقفلها من حساب أوراق دفع إلى حساب مين؟ إلى حساب الخزينة، لأن الخزينة عند العلا إيه؟ قلت مبلغ 60,000. 60,000. هل في مشكلة؟ مفيش مشكلة. المشكلة تظهر دلوقتي لو إيه؟ لو مثلا في يوم 1/5. ده الافتراض بقى اللي احنا بناخده، يعني احنا بناخد التحصيل وبعد كده بناخد الإيه؟ لو العميل معطل. هنا مثلا نقول لك بفرض في يوم 1/5. ايه اللي حصل في يوم 1/5؟ رفضت منشأة العلا سداد قيمة الكمبيالة. طيب أنا قلت لك لما العميل بيرفض السداد بعمل إيه؟ بثبت حقي في المحكمة، فتم عمل إجراءات بروتستو. نقول مثلا بمبلغ كام؟ 1000 جنيه سددت نقدا. لما العميل بيرفض انت بتعمل هنا كام حاجة؟ حاجتين، او هنا 3 حاجات. وهنا طبعا مشتري ثابت، تعمل حاجتين. طيب اول حاجة لما يرفض بتعمل ايه؟ على طول الغي الورقة، هات العميل مدين. تلغيها ازاي؟ هتقول لي من حساب. طبعا القيد ده بيكون مش موجود عشان بس الناس ايه ما تتوهش مني، فاعمل لك كده عشان تبقى الدنيا معاك واضحة. هنا ايه؟ احنا بنتعامل على القيد الاولاني بافتراض ان الحالة دي مش موجودة، فبقول لي ايه؟ بقول من حساب مين؟ من حساب المدين. المدينون مين هم المدينون؟ العلا. خليه مدين يا باشا. الى حساب ايه؟ الى حساب اوراق القبض. كده انا لغيت ايه؟ لغيت الورقة. كانت مدينة قفلتها خلاص. ابقى كأني ايه؟ كأني بايع للعميل على حسابه، على الحساب. يعني كأني لما تشطب لي حساب ورقة القبض كده مع حساب ورقة القبض، كأنك قلت من حساب المدينون إلى حساب المبيعات. تمام تمام. يعني كأنك لسه بايع للعميل دلوقتي، فزودت المديونية الموجودة على العميل. مبلغ كام يا ابن عمي؟ مبلغ 60,000 جنيه. 60,000 جنيه دي قيمة الكمبيالة. ده أول حاجة نعملها. تاني حاجة بتعمل ايه؟ بتعمل تسجيل. هنا تسجيل ممكن تعملها تحميل على طول، لكن عشان لو جالك تسجيل فاحنا الايه؟ اول حاجه بنلغي الكمبياله، بعد كده بنسجل مصاريف بروتستو، تالت حاجه بنحملها للعميل، او ممكن تحملها للعميل على طول. تمام. لكن احنا نقول ايه؟ تسجيل مصاريف البروتستو. نسجلها نقول ايه؟ هنقول هو مصروف يسجل باسمه من حساب مصاريف البروتستو الى حساب ايه؟ مش انت سددتها نقدا، تبقى على حساب الخزينة. هنا كده انا عملت ايه؟ هي المصاريف البروتستو كان ب1000 جنيه. 1000 جنيه. تمام. طيب تالت حاجة بقى، بتحمل المصاريف دي للعميل. انت ممكن تعمل قيد التحميل على طول، بس احنا ايه؟ هعملهم لك على 3 خطوات يعني افضل. طيب تالت حاجة تحميل مصاريف البروتستو للعميل. هو انت هنا سجلتها عندك مصاريف، لكن
الصح انك تحملها للعميل. تمام. هتبقى من حساب مين؟ العميل هيتحملها فالعملاء هيزيدوا، الفلوس اللي عندهم يزيد. من حساب مين؟ المدينون. مين هما؟ العلا. إلى حساب إيه؟ إلى حساب مصاريف البروتستو. مبلغ كام؟ 1000 جنيه. 1000 جنيه. تمام. أبقى في حالة الرفض بنعمل إيه؟ بنلغي الورقة، وأنت عارف بتتلغي إزاي؟ بجيب العميل المدين بحملها له. تمام. ورقة القبض بتتقفل، خلاص كده ما عنديش ورقة قبض. بعد كده بسجل البروتستو واحملها للعميل. هنا احملها له. طيب هنا بقى بعمل ايه؟ حاجتين انت طبعا عارف هنا اكيد دلوقتي عملتهم. اول حاجة الغاء الورقة، الغاء الكمبيالة. تلغيها ازاي؟ هي الكمبيالة ورقة الدفع تزيد في الدائن تقل في المدين، تبقى من حساب اوراق الايه؟ اوراق الدفع. الى حساب مين؟ ها قولي. الى حساب الدائنون. مين هما الدائنون؟ الجمال اللي انت كنت شاري منه. فانت كده المديونية بتاعت الايه؟ الجمال زادت. يعني انت لما تشطب لي ورقة الدفع من هنا مع ورقة الدفع من هنا، كأنك ايه؟ بتقول لي من حساب المشتريات الى الدائنون، كأنك لسه شاري على الحساب. جميل. طيب لغيت الكمبيالة. تاني حاجة بعمل ايه؟ تسجيل مصاريف البروتستو. هنا بقى اللي هيسجلها عنده مصاريف مين؟ المشتري. فهقول من حساب ايه؟ من حساب مصاريف البروتستو. ما هو هنا العميل، هنا العميل بقى يسجل عنده مصاريف بروتستو الى حساب ايه؟ الدائنون. مين الدائنون؟ الجمال. تمام. مبلغ كام؟ مبلغ 1000 جنيه. 1000 جنيه. على فكرة ممكن تدمج القيدين دول مع بعض، يعني ممكن تدمجهم مع بعض. هتقول لي من مذكورين. هنا أنا قلت حساب ورقة الدفع بمبلغ كام؟ 60 ألف جنيه. 60 ألف جنيه. هتقول لي من مذكورين حساب ورقة الدفع ب60 ألف جنيه وحساب مصاريف البروتستو ب1000 جنيه إلى حساب الدائنون. الدائنون هناخد دائنون واحد ب60 وواحد يعني 61 ألف، فبقى من مذكورين حساب أوراق الدفع ب60 ألف وحساب مصاريف البروتستو ب1000 جنيه إلى حساب الدائنون ب61 ألف. طيب هنا ممكن ايه؟ اشيل القيد ده كده. تمام. واعمل القيدين ايه؟ التحميل للعميل على طول. يعني هقول من عند المدينون هنا والمدينون هنا، فاقول من حساب المدينون بمبلغ كام؟ 60 وواحد تبقى 61 ألف إلى مذكورين حساب ورقة القبض أقفلها، وحساب مين يا ابن عمي؟ وحساب مصاريف البروتستو مبلغ 1000 جنيه. تمام. حلو أوي. طيب أنا دلوقتي كده عندي أنا في الدفاتر بتاعتي أثبتت حقي عند العميل. تمام. يعني أثبتت الرفض وأثبتت حقي عند العميل. جميل جدا. طيب وهنا المشتري عمل إيه؟ زود المديونية، يعني أثبت إن إيه؟ إن في ناس ليهم عنده فلوس. طيب جميل جدا. في اللحظة دي بقى أو في الحالة دي هو احنا كده خلاص، أنا كده خلصت لك الحالة، لكن بكلمك إيه؟ هكمل على حالة اسمها تجديد الورقة. طيب احنا دلوقتي كده ممكن يحصل حاجة جديدة. إيه هي بقى الحاجة الجديدة دي؟ صلي بينا على النبي. ممكن العلا يقول لي خلاص أنت فضحتني في المحكمة وبهدلتني وأنا عميل تقيل وكده، أصل إنك بتاع ده إن العميل يكون عنده عدم المقدرة على السداد، فدي مشكلة كارثة بالنسبة له انك تبرتصه والكلام ده كله، فلا بتبقى ايه؟ موضوع محرج جدا يعني. فممكن ايه؟ نوصل لحلين. الحل الاولاني، الاتفاق الاولاني، ان العلا يقول لك يا باشا انا هسدد الفلوس. ما كده خلاص، يعني خلاص لحد كده انت ليك كام؟ 61 ألف جنيه فهيسددك. فهنا لو سدد هتقول ايه؟ هتقول من حساب الخزينة إلى حساب مين؟ المدينون. 61 ألف. 61 ألف بقيمة الكمبيالة والإيه؟ ومصاريف البروتستو. طيب وهنا نفس الموضوع، هتقول من حساب مين؟ هتقول من حساب الدائنون، لأن الدائنون لما يجي في المدين يقل من حساب الدائنون. 61 ألف إلى حساب إيه؟ الخزينة لو سددنا ده. أو ممكن يقول لك إيه؟ يقول لك يا غالي أنت دلوقتي كده ليك عندي 61 ألف. تقول له جميل جدا. فيقول لك أنا هتفق معاك اتفاق. فتقول له اتفضل.
يقول لك انا هديك فلوسك. هو الكلام ده امتى؟ 1/5. فيقول لك انا هديك فلوسك مثلا وليكن بعد 4 شهور. فتقول له نعم. يقول لك بعد 4 شهور ان شاء الله هسددك. طيب ده انا ليه عندك 61,000؟ ف 60,000 جنيه قيمة الكمبيالة وإيه و1000 جنيه قيمة البروتستو. فيقول لك بس اهدى بس عليا. دلوقتي احنا في 1/5، هسددك بعد 4 شهور إن شاء الله، وأنا هتحمل فايدة تأخير. مم. يعني أنت دلوقتي كده هتتحمل فايدة؟ يقول لك هتحمل فايدة على المدة الباقية من 1/5 ل1/9. يعني مثلا لو نجيب الصفحة دي كده، احنا دلوقتي في كام؟ احنا دلوقتي في 1/5. في 1/5 مبلغ الكمبيالة بكام؟ مبلغ الكمبيالة ب60,000 جنيه. فيقول لك هسددك بعد قد ايه؟ بعد 4 شهور. طيب انا هستنى المدة دي من 1/5 لواحد مثلا، هو 5 ل4 ولواحد 9. هستنى كده وخلاص ببلاش؟ يقول لك لا، هديك حاجة اسمها ايه؟ فائدة تأخير عن المدة دي. تمام. طيب فايدة تأخير دي يا شباب بتكون عن ايه؟ عن المدة. طب جميل جدا. الفايدة دي بقى يا شباب لها طريقتين حساب. يعني ممكن يديها لك بشكلين. ممكن يديها لك مبلغ، يقول لك مبلغ مثلا فايدة التأخير بمبلغ كام؟ مبلغ 3000 جنيه. تبقى كده جزاه الله كل خير، اداك الفايدة ايه؟ مبلغ. او ممكن يديها لك نسبة. يقول لك ايه؟ يقول لك مثلا نسبة فايدة التأخير 15%. ماشي. فايدة تأخير 15%، والمدة طبعا عندك كام؟ 4 شهور. هتتعامل ازاي؟ هتقول لي مبلغ الكمبيالة في المعدل في المدة على 12. مبلغ الكمبيالة الموجود عندك مبلغ كام؟ 60,000 جنيه. المعدل كام؟ 15/100. المدة كام؟ المدة اللي هي مدة التجديد دي 4/12. ها، لما تحسبها تطلع معاك كام؟ لما تقول لي 60,000 في 15% في 4/12 تطلع معاك بكام؟ تطلع معاك ب3000 جنيه. فممكن تجيلك الفايدة نسبة، بتاع ده مبلغ تشتغل بيها على طول، او ممكن تجيلك نسبة. لو جات لك نسبة، اقول لك نسبة مثلا 15% وانت عندك المدة وعندك مبلغ الكمبيالة. فهمت كده؟ الكمبيالة ممكن البتاع ده فايدة التأخير ممكن تجيلك ازاي؟ تمام. حلو قوي. فاحنا دلوقتي كده يا شباب عرفنا فايدة التأخير بتتحسب ازاي. هنكمل مثلا على المثال ده. تمام تمام. حالة ايه؟ التجديد. ماشي. فهنعمل ايه؟ هنقول مثلا في يوم 3/5 حصل بينا اتفاق. تم الاتفاق على ايه؟ تم الاتفاق على تجديد الكمبيالة. تمام. اتفقنا على ايه؟ على تجديد الكمبيالة. حلو جدا. طبعا احنا لغيناها، فاتفقنا على تجديد الكمبيالة. بأخرى تستحق بعد 4 شهور على أن يتم احتساب فايدة بمبلغ مثلا 3000 جنيه. ماشي. هنا هنسجل بقى الموضوع ده ازاي؟ صلوا بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. فهيتم عمل الآتي، ألا وهو أول حاجة هسجل هنا الفايدة. مش هسجل الفايدة، هحمل العميل بالفايدة. الفايدة عند البائع إيراد مكسب. طيب عند المشتري خسارة. عند البائع إيراد مكسب، والمكسب دائم، فهقول إلى حساب فايدة التأخير. لكن عند المشتري خسارة وبتكون مدينة من حساب الفايدة. عند البائع هحملها له، يعني هقول كده من حساب فائدة التأخير إلى حساب إيه؟ لا عفوا، هقول من حساب العميل. مين العميل؟ العلا. إلى حساب إيه؟ فائدة التأخير. المبلغ كام؟ المبلغ
بكام؟ ب3000. 3000. هنا الفايدة ايه؟ دائنة، بحملها لمين؟ للعميل. جميل. طيب وبعمل ايه بقى؟ اخر حاجة بسحب سحب كمبيالة جديدة. تمام. هسحب كمبيالة بايه بقى؟ هسحب كمبيالة ب60,000 وال1000 وال3000. 60,000 مبلغ الكمبيالة، وال1000 بورتوستو، وال3000 اللي هم الفايدة. فهقول من حساب ايه بقى؟ من حساب أوراق القبض بمبلغ كام؟ 60 و1003، 64,000 جنيه. إلى حساب مين؟ قول لي بقى كده. إلى حساب العميل. اقفله بقى العميل، عشان انت كنت فاتح العميل هنا ب60,000، كنت محمل العميل هنا ب1000، كنت محمل العميل هنا ب3000. خلاص، عميل وعميل فين بقى؟ عميل ومحمله هنا ب1000 عميل في المدين، ومحمله هنا ب3000 في المدين. اقفل لي بقى كل المبالغ دي، جمعهم واقفلهم، هيطلعوا 64 إلى حساب مين؟ المدينون الصفا ولا العلا؟ عفوا، العلا. تمام، ب64,000 جنيه. طيب إذا لو حصل اتفاق على تجديد كمبيالة بعمل إيه؟ بسجل الفايدة وبسحب كمبيالة جديدة بكل المبالغ اللي عليا. بسجل الفايدة وبسحب كمبيالة على العميل بكل المبالغ اللي عليه. جميل جدا. طيب هنا هيعمل ايه؟ اول حاجة هيسجل تسجيل الفايدة. هنا عنده الفايدة مصروف، فيقول من حساب الفايدة. هنا بنقول إلى حساب الفايدة، هنا بنقول من حساب مين؟ الفائدة، فائدة التأخير، إلى حساب إيه؟ إلى حساب الدائنون. هي الفايدة بكام؟ ب3000. ب3000. تمام. وبعد كده إيه؟ نسحب ورق الدفع بكل المبالغ اللي علينا. عليا كام؟ عليا 64,000 جنيه. فأقول من حساب مين؟ من حساب الدائنون. مين الدائنون؟ الجمال. إلى حساب مين؟ إلى حساب أوراق الدفع. مبلغ كام؟ 64,000 جنيه. طبعا انت بتقول لي دلوقتي كده يا عم دي حالة التجديد صعبة جدا، ده ايه ده؟ لا، هي مش صعبة ولا حاجة. حالة التجديد سهلة. هعيدها لك سريعا كده وهبسطها لك دلوقتي. صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم، عشان انا حاسك انك تهت، انا حاسس والله. طيب اول حاجة، تحصيل الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق. انت عارف بعت البضاعة على الحساب، فبتقول لي من حساب ورقة القبض إلى حساب المبيعات، وعند المشتري مشتريات ورق الدفع. جميل جدا. حصلت في تاريخ الاستحقاق فل قوي. ما حصلتش بعمل ايه؟ بلغي الكمبيالة واحمل العميل بقيمة الكمبيالة. تمام. وبعمل ايه؟ وبسجل بروتستو واحمل العميل بالبروتستو. تمام. وهنا بعمل ايه؟ بلغي الورقة واحمل بلغي الكمبيالة. تاني حاجة بسجل البروتستو. حلو حلو. طيب في الحالة دي بقى كده خلاص تمام. ممكن بقى الايه؟ المدين يقول لي، ممكن المدين يسدد، لو سدد تبقى تمام. او ممكن يقول لي ايه؟ يقول لي انا هجدد الكمبيالة، يعني الكمبيالة اللي كانت مستحقة عليا احنا هنتفق ايه؟ على تجديدها بكمبيالة تانية تستحق في ميعاد تاني. طيب مقابل ايه؟ مقابل فايدة. وقلت لك الفايدة بتتحسب ازاي؟ ممكن تجي لك قيمة او ممكن تجي لك نسبة. جات لك قيمة بتشتغل على طول، جات لك نسبة، جات لك قيمة مثلا 3000 جنيه بتشتغل بيها على طول، جات لك نسبة بتعمل النسبة للكمبيالة في المعدل في المدة. جميل. الفايدة عند البائع هي إيراد دائن، طب عند المشتري خسارة مدينة. فبقول هنا بحملها بقى للعميل، بتحملها للعميل، فبتقول من حساب العميل إلى حساب الفايدة. وبعد كده بتسحب كمبيالة جديدة بكل المبالغ اللي انت سجلتها، اللي انت حملتها على العميل، اللي هي مبلغ الكمبيالة والبروتستو والايه والفايدة. فبتقول من حساب ورقة القبض لحساب مدينين. طب هنا بتعمل ايه؟ بتسجل الفايدة طبعا، وبت ايه؟ وبتسحب، والعميل او الدائن بيسحب عليك ايه؟ كمبيالة. تمام. ده كده ببساطة شديدة حالة تجديد الكمبيالة.
حاسك تهت مني، فهديك مثال يظبط لك الدنيا في الكمبيال في حالة التجديد. تمام تمام. يعني احنا هنشيل دي كده، بسم الله، واديك مثال ايه يظبط لك الكلام كده في حالة تجديد الكمبيال. نقول لك مثلا في يوم، حالة التجديد يا شباب ممكن تحصل في كل الحالات اللي احنا اخدناها. يعني حالة التجديد ممكن تحصل عند الخصم الكمبيالة من البنك، او لما ظهرها الدائن، او الحالة بتاع ارسال الورقة للبنك للتحصيل. ممكن تحصل في كل الحالات اللي فاتت دي. تمام تمام. لكن هي بسيطة جدا، هبسطها لك دلوقتي، او هقول لك شكلها اللي بيجي بيكون عامل ازاي. بص، حالة التجديد يقول لك مثلا في يوم 3 مثلا، في يوم 1/3، 1/3 باعت منشأة التقوى بضاعة بمبلغ، نقول وليكن مثلا مبلغ كام؟ مبلغ 30,000 جنيه. 30,000 جنيه لمنشأة مين؟ لمنشأة السعادة. تمام، حلو قوي. وعملنا ايه؟ او وقد تم سحب كمبيالة تستحق في 1/6. هتسجل ازاي الموضوع ده؟ نسيب كده سطر 2 3، نفس اللي احنا اتعودنا عليه. يلا بينا نسجل، يلا بينا نسجل. فهنقول عند البائع، مين البائع؟ التقوى. وهنقول عند المشتري مين؟ السعادة. حلو قوي. هنا هنقول من حساب ايه؟ من حساب اوراق دفع، اوراق قبض، الى حساب المبيعات. مبلغ كام؟ 30,000 جنيه، 30,000 جنيه. وهنا أقول من حساب المشتريات إلى حساب إيه؟ أوراق الدفع. هل هنا في مشكلة؟ 30,000 جنيه، 30,000 جنيه. هنا كده مفيش مشكلة. حلو أوي. فإيه بقى اللي يتم بقى في حالة التجديد؟ إيه اللي يتم بقى؟ العميل السعادة يجيلي أنا يا تقوى، فيقول لي بدل، أنا دلوقتي كده واقع في مشكلة، ما معيش فلوس دلوقتي، ما معيش سيولة. فأنا جاي بقول لك يا تقوى، معلش هتستنى عليا، بدل ما تروح المحكمة وتعمل لي إجراءات بروتست وكل الكلام ده، لا يا ابن الناس، احنا هنتفق اتفاق، ألا وهو تجديد الكمبيالة، ماشي، بكمبيالة تانية تستحق مثلا بعد 4 شهور. حلو جدا. وهتحمل فايدة، يديك مبلغ مثلا هتحمل فايدة 3000 جنيه. تمام. ممكن يديها لك مبلغ او ممكن يديها لك قيمة. فهتيجي مسجل عادي الفايدة، وتيجي ساحب الكمبيالة، بس كده. موضوع سهل جدا جدا. يلا بينا نعمل الكلام ده، يلا بينا نعمل الكلام ده. هنا يقول لك ايه؟ وفي يوم 1/6 تم الاتفاق على تجديد الكمبيالة المستحقة. وقال لك هنا بقى ايه؟ قال لك بدل ما تعمل لي مصاريف بروتست ومش عارف ايه والكلام ده ومحكمة وكلام من ده، لا، احنا هنجدد الكمبيالة المستحقة وما تعملش اي حاجة، هديك فلوسك. تمام. بكمبيالة تانية تستحق امتى؟ بعد 4 شهور، على ان يتم احتساب فايدة تأخير بقيمة، وليكن نقول مثلا 2000 جنيه. هيتم احتساب فايدة بقيمة 2000 جنيه. تمام. في حالة التجديد بعمل ايه؟ هتلغي الورقة القديمة. إلغاء الورقة القديمة.
فهقول من حساب ايه؟ من حساب المدين. مين المدين؟ السعادة. إلى حساب أوراق القبض. القيد مفهوش مشكلة. مبلغ كام؟ 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. تمام. تاني حاجة بعمل ايه؟ بسجل تحميل العميل بفايدة التأخير. فهقول من حساب المدين. مين المدين؟ السعادة. إلى حساب ايه؟ فائدة التأخير. مبلغ كام؟ 2000 جنيه. 2000 جنيه. تالت حاجة أنا لغيت. أول حاجة لغيت الورقة. تاني حاجة حملت العميل بفايدة التأخير. تالت حاجة بتسحب كمبيالة. سحب كمبيالة جديدة. فبتقول إيه؟ من طبعا بالمبلغين دول 30,002. فبتقول من حساب إيه؟ من حساب أوراق القبض. مبلغ كام؟ 32,000 جنيه. تمام. إلى حساب إيه؟ إلى حساب. هو أنت عندك العميل فين؟ عندك المدين هنا مدين ب30,000، وعندك الفايدة المدين مدين ب2000، تبقى 32,000. أبقى إلى حساب المدين السعادة. مبلغ كام؟ 32,000 جنيه. تمام. تمام. فلو اتفقنا على تجديد الكمبيالة بعمل 3 حاجات: إلغاء الورقة، وهنا طبعا مفيش مصاريف بروتستو، ده هو جالي بالحسنى كده وقال لي إيه؟ إحنا هنتفق على التجديد. فبلغي الورقة، بعد كده بحمل العميل بالفايدة، وبسحب عليه كمبيالة جديدة. ماشي. وقلت لك إن الفايدة ممكن تجيلك قيمة أو ممكن تجيلك إيه؟ نسبة. حلو أوي. طيب هنا يا باشا هعمل إيه عند المشتري؟ أول حاجة نفس الموضوع، إلغاء الورقة، إلغاء الكمبيالة. هقول من حساب أوراق دفع إلى حساب مين؟ الدائنون. مين الدائنون؟ التقوى. مبلغ كام؟ مبلغ 30,000 جنيه. 30,000 جنيه. تاني حاجة بيعمل إيه؟ بسجل هنا بقى، بسجل تسجيل الفايدة. فبقول من حساب الفايدة، فايدة التأخير، مبلغ 30,000 الفايدة عفوا بكام؟ ب2000 جنيه. إلى حساب الدائنون بكام؟ مين الدائنون؟ التقوى. مبلغ 2000 جنيه. طيب لغيت الورقة وسجلت الفايدة، اسحب عليه بقى إيه؟ يسحب عليا كمبيالة. فالكمبيالة هتكون بال30,000 وال2000. فأقول من حساب مين؟ هما الدائنون دول موجودين في الدائنون، فهقفلهم. هقول من حساب الدائنون مبلغ كام؟ 32,000. إلى حساب أوراق الدفع. مبلغ كام؟ 32,000. خلي بالك ممكن يدمج لك القيد التاني والتالت مع بعض. التاني والتالت ممكن يدمجهم لك مع بعض، اللي هو تحميل العميل بالفايدة وسحب كمبيالة جديدة. ممكن يدمج لك طب يدمجهم ازاي مع بعض القيدين دول؟ يدمجهم ازاي؟ هقول لك. هنا المدين عندي وهنا ورقة القبض. مدين وورقة قبض دول في الجانب المدين مختلفين، فأقول من مذكورين حساب المدين ب2000 وحساب لا ثواني، ممكن يدمج لك القيد الأولاني والتاني مع بعض. تمام. الأول والتاني. هنا عندك إيه؟ عندك المدين السعادة مبلغ كام؟ 2000. وعندك هنا المدين مبلغ كام؟ 30,000. فممكن أقول من حساب المدين 32,000 إلى مذكورين حساب أوراق القبض ب30,000 وحساب إيه؟ فايدة التأخير ب2000. تمام؟ تمام. ثم بعد كده أسحب الكمبيالة مبلغ 32,000 جنيه. فأنت ممكن يدمج لك القيود مع بعض. خلي بالك من الحتة دي. تمام؟ حلو جدا. طيب وهنا نفس الموضوع، ممكن يدمج لك القيد الأولاني والتاني مع بعض. فأنا بقول لك على الحتة دي عشان تركز. يعني هنا لو دمج لك القيدين دول مع بعض يدمجهم ازاي؟
هنا عندي ورقة الدفع وعندي فايدة التأخير. فأقول من مذكورين حساب ورقة الدفع ب30,000 وحساب فايدة التأخير ب2000 إلى حساب الدائنون ب32,000. وبس كده يا شباب، خلصت معانا الكمبيالات. الحالة الأخيرة تحصيل الكمبيالة في موعد الاستحقاق، وأخدنا تجديد الكمبيالة. تجديد الكمبيالة هو مش صعب قوي، سهل جدا، مفيهوش مشكلة. زي ما احنا فهمنا يعني، مفيش حاجة جديدة، تمام. وبمشيئة الله تعالى الكمبيالات مش هتجيلك في الامتحان بشكل أصعب من كده يعني، مش هتجيلك خلاص يعني، حاجات هتكون سهلة وبسيطة. الكمبيالات مهمة طبعا، 100 صفحة من أصل 237، فمهمة جدا جدا الكمبيالات والشيكات. كده خلاص فينش الكمبيالات، شد حيلك، اعمل اللي عليك، إن شاء الله ربنا هيوفقك. وطبعا بنبه تاني، ملزمة ال50 سؤال لمم لك فيها كل الأفكار، يعني ملزمة جميلة جدا. لو لسه ما خدتهاش ابعتلي على الواتساب، ولو مش منضم هتبعتلي على الواتساب 031 765 3167. وبس كده، بالتوفيق ليكم، السلام عليكم.